السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام يوم كده كنت بتفرج على فيلم اسمه نورنبرج. Jesus Christ, it's Herman Goering. There's second in command. The Fuhrer in waiting. نورنبرج ده بيحكي قصة المحاكمة بتاعة قادة النازية. في الفيلم ده البطل بتاعه Herman Goering. اللي هو كان الراجل التاني في الرايخ الألماني والنائب بتاع هتلر وخليفته هتلر سكسسور. المهم الراجل ده قال كلمة في الفيلم، قال جملة، قال ايه بقى للي بيحاكموه؟ قال لهم انتوا بتحاكمونا عشان احنا انهزمنا. احنا لو كنا كسبنا ما كانش زماننا قاعدين القعده دي، لو كنا انتصرنا في الحرب ما كانش زماننا قاعدين القعده اللي احنا قاعدينها دي. ما تشوف امريكا عملت ايه في لما رمت القنبله النوويه، وشوف امريكا عملت ايه لما سوت ايه وموتت كام واحد. ما حدش كلمهم ليه؟ لانهم انتصروا. You have your freedom and I am a prisoner because you won and we lost. Not because you are morally superior. المنتصر هو اللي بيضع القانون وهو اللي بيضع القواعد. لما تيجي تشوف اللي امريكا عملته في فنزويلا امبارح واللي ترامب عمله عادي جدا. مش اول مره، اولا دي مش اول مره ترامب يعمل امريكا عموما انها تدخل تاخد رئيسه ومراته من السرير، دي مش اول مره، بس هي ده عادي. عادي ليه؟ لان المنتصر دايما هو اللي بيحط القواعد، المنتصر هو اللي بيحط القانون. الامم المتحده بقى ومجلس الامن وحموم الانسان والكلام الحلو ده كله، خليهم يتسلوا. الكلام ده كله بتاعنا، دي كلها حاجات اذرع بنفنكشك بيها كلها بتاعتنا، دول كلهم اولادي. في حاجه؟ لا يكون في حاجه. لا في حاجه يا عمي؟ لا. ومشكله الحكام الديكتاتوريين، وهو طبعا مادورو ده راجل ديكتاتوري، ولو انت يعني عايز تقول ان هو راجل جايب انتخابات ف يعني ما جراء صلاح انتخابات احنا نستعبط من عما تفعل هنجيبوا كرتونه بقى. وان كنت يعني لا اظن ان هم عندهم كراتين، ممكن يبقى عندهم ما تموتونيش مثلا ولا حاجه. المهم الحكام الديكتاتوريين دايما يعني ما بيفكرش ابدا في مصلحه بلده. لو فكر لحظه في مصلحه بلده طب ما تتنحى، يعني ما تسيب الكرسي، لان الامريكان هيدخلوا يدشملوها. ما تفتكرش ان الامريكان لما يهوشوك ولا يهددوك ولا يقولوا لك اعمل فانت تكابر ان هم يقفوا يتفرجوا. لا، هيدخلوا يضربوا البلد على دماغ اصحابها. الحاكم الديكتاتوري ما بتفرقش معاه البلد، هو كل اللي فارق معاه الكرسي. ايه النتيجه في الاخر؟ انك بتبقى مهزأ، هي دي النتيجه في الاخر. ازاي الحال؟ مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ ان هم هيدخلوا يطربقوها على دماغك ويجيبوك من السرير وهتبقى مهزأ. وكل الحلفاء اللي انت اعتقادا منك ان هم فاكر نفسك محمي في روسيا ولا محمي في الصين ولا محمي في ايران ولا كلهم وقت ما تحصل المشكله كل واحد فيهم ايه هيقعد بقى يبص في السماء ولا يقعد بقى ايه يا جدعان في ايه؟ انت صاحي؟ لا والله انت تستعبط. انا شايف عينيك مفتحه، انت هتعملي وربنا نايم اهو. خلاص هنطلع بيانات شك. حتى هم الناس ديت انا بيتهيألي ما طلعوش بيانات شك يعني، سكتوا. وبعدين تشوف ترامب امبارح وهو بيتكلم، انا مش عاجبني الراجل بتاع كولومبيا وبوتين مش على مزاجي. الخطوه الجايه بوتين بقى يخش يجيب بوتين من السرير. طبعا مفيش الكلام ده، لان يعني روسيا دوله قويه جدا ما تقدرش تتعامل معاها بالطريقه بتاعت انك تدخل تجيب الرئيس من السرير دي، لان هم ان شاء الله هيولعوا فيك وفي الكوكب كله لو انت حاولت تعمل حركه زي دي، ومش هتعرف اصلا يعني دي دوله قويه جدا، دوله نوويه يعني. يمكن يكون الدور الجاي على ايران. وعلى فكره يعني شوفوا الموقف اللي حصل مع مادورو ده فكرني بمين؟ فكرني باللي حصل مع الرئيس صدام حسين لما الامريكان قعدوا بص يا عم الحاج احنا هنحتلك، يعني ايه واضحه، يا عم سيب الحكم، يا عم روح في ده، يا جدع امشي. طبعا كابر، ودي طبيعه الحكام الديكتاتوريين، هو مش شايف غير الكرسي، هو مش شايف غير مصلحته بس. ايه اللي هيحصل بعد كده بقى؟ البلد تنحرق البلد على اللي فيها، المهم الكرسي. كانت النتيجه ايه؟ ان الامريكان دخلوا العراق دشملوها، هي دي كانت النتيجه. الشعارات بقى الفارغه بتاعت احنا عندنا اقوى جيش في الكوكب، ايه مش هعرف احمي بيتي ولا ايه؟ احنا هننيم امريكا من العصر. الكلام ده عند امك هنا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انت لا هتنيمها من العصر ولا من المغرب، والكلام اللهبل ده مفيش الكلام ده. دي اقوى دوله في العالم، هي اللي هتنيمك من العصر، هي مش هتنيمك، هي هتخلق، انت مش هتنام تاني.
انت هتنام مش هتقوم، فما فيش الكلام ده. وهل يعني يا عم عمرو الحكام دول ما بيتعلموش؟ لا يا حبيبي ما بيتعلموش، هم مش الحاكم الدكتاتور. انت عارف غلطه هتلر ايه؟ لما تيجي تشوف واحد زي هتلر عمل انجازات ما اتعملتش. هتلر يا باشا استلم المانيا والبطاله فيها قد دراعك ماشي، وبعد سنتين تقريبا كانت البطاله في المانيا 0%. هتلر تقريبا احتل اوروبا كلها. الراجل عمل بص وتصنيع عسكري وعمل اللي ما يعمل. طب وفي الاخر ايه اللي حصل؟ في الاخر جاب عليها ظرفها، جاب عليها وطيها. في الاخر المانيا دي غير انها اتدمرت دفعت تعويضات، ويمكن تكون لسه بتدفع تعويضات لحد النهارده. في الاخر انه دمر البلد. ليه بقى يا حبيبي؟ ليه؟ لان هو النظام الدكتاتوري كده يا باشا، مهما حقق انجازات في الاخر رايح للخراب المستعجل. مهما عمل في الاخر رايح للخراب المستعجل، لانه ما يسمعش كلام حد. مفيش بني ادم في هذه الدنيا صح على طول الخط ما عدا الرسول عليه الصلاه والسلام. ليه؟ اللي كان بينزل عليه الوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. فمفيش بشر زينا كده صح على طول الخط، استحاله. لازم ان انت تسمع الراي والراي الاخر، ولازم يبقى انت صح في الحته دي وغلط في الحته انما صح على طول الخط زي الديزل مفيش الكلام ده. كانت النتيجه ايه؟ انه اي دكتاتور، شوف اي دكتاتور مر علينا في اعمارنا او انت قريت عنه في التاريخ مثلا، شوف هو وصل ايه في النهايه، بلده وصلت في النهايه لايه؟ للدمار والخراب المستعجل. مثلا زي ايران طبعا نظام الحكم فيها دكتاتوري على ابوه، يعني دكتاتوري ديني. ايه النتيجه؟ ايه النتيجه بعد كل السنين دي؟ النتيجه ان انت عندك العمله بتاعتهم مش عارف بكام، الدولار بكام مليون من العمله بتاعه. عندهم مظاهرات وعندهم بلا ازرق وعندهم مشاكل كبيره جدا. ان ترامب طلع قال لهم لو قتلتوا المتظاهرين هنتدخل. فهم دلوقتي عندهم ايه؟ مشكله كبيره جدا. طب احنا لو ما طلعناش فرتكنا المتظاهرين دول، ما هو النظام هيسقط. ولو طلعنا فرتكناهم، طب ما الامريكان هيدخلوا يسقطونا برضه. يعني هو يعني معادله صفريه. النظام كده يمين هتخسر شمال هتخسر. يعني ايه؟ يعني ايه مطبخ ما فيهوش شباك؟ فين المهندس اللي عمل العماره دي؟ فين المهندس؟ استخبى فين يا رب؟ ولا عوكل ولا لو اتدخلت وحاولت تعمل حاجه هتخسر، ولو وقفت تتفرج هتخسر. انت خسران انك ميت وانهم لميتوا. فهي دي نهايه الانظمه الدكتاتوريه والشعوب اللي بترضى بالدكتاتوريه. ما تجيبوا الكرتونه بقى.